أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في بودكاست رمضان الحضارة. إليكم ما هو مفيد في شهر رمضان المبارك عن المغفرة. التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وفي حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه إن كان قد فر من الزحف. حث النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث على الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل والإنابة من جميع الذنوب. فالاستغفار مع التوبة ومع الندم ليس بمجرد كلام، فالتوبة يمحو الله بها الذنوب. فمن لزم الاستغفار تائبا نادما صادقا ومقلعا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إن التوبة الصادقة من التقوى فهي التقوى الحقيقية، فلا بد من توبة صادقة ومن قول صادق في طلب المغفرة من الله. فلنستعمل قلبنا بذكر الله وطاعة الله واستغفار الله والتوبة إلى الله. دمتم بخير وإلى لقاء آخر. فوزير بودكاست رمضان الحضارة. أجب واربح. من هو الصحابي الذي تعلم لغة اليهود في 15 يوما؟